تعالي اقولك ازاي تعملي بقى كل الناجتس دي بصدر فرخة واحد. هتعملي كمية كبيرة، ومش بس كده، طعمها وشكلها وقرمشتها بجد رهيبة. لا، وكمان حشيناها موتزاريلا علشان نزود الطعامة واللذاذة. وكمان مش بس كده، لو حابة ان الكمية تبقى اكتر من كده هتعملي، انا هكملي الفيديو للاخر. هقولك ازاي لو عايزة تزودي الكمية تزودي بكمية اكتر، وتعملي بقى تشكليهم بطرق مختلفة. اكتر طريقة تريحك اعمليها بالشكل اللي انت عايزاه. كملوا الفيديو للاخر، ولو دي اول مرة بتشوفوني انا اميرة بكري، اعملوا لايك وعلقولي تعليق حلو. يلا نبدأ الفيديو. اول حاجة عندي صدر فرخة واحد بس، غسلته كويس قوي وقطعته كده مكعبات صغيرة، وهننزل عليه ببصلة متوسطة. تمام، وهنبتدي بقى نفرم البصلة والفراخ مع بعض لحد ما يكونوا ناعمين، واخدين الشكل اللي احنا شايفينه ده. بصي، مفرومين كويس قوي وناعمين خالص. هنركن بقى الفراخ اللي فرمناها مع البصلة دي على جنب. وانا كنت سلقة حبتين من البطاطس متوسطين، ممكن تسلقي حبتين متوسطين او حبة كبيرة. تمام، زي ما انت شايفة البطاطس مسلوقة دايبة خالص، لدرجة ان انا اصلا هنزلها من المصفى زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اعدي البطاطس كلها من المصفى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتنزل بكل سهولة طالما مسلوقة كويس. زي ما انتوا شايفين عديناها بكل سهولة اهو. هنبتدي بقى ايه، ناخد البطاطس والفراخ نحطهم في بولة كده كبيرة علشان نضيف عليهم باقي المكونات بتاعتنا. وعايزه اقول لك ملحوظه، انك لازم تكوني مصفيه البطاطس كويس قوي، ما يكونش فيها ميه زي ما انت شايفه كده. انا منزلاها من المصفى ما كانش فيها اي ميه. تمام، هنبدا بقى بنجيب البهارات بتاعتنا، معلقه صغيره من كل الحاجات اللي هقولها لك دي، من الملح والبابريكا، فلفل اسود، توم بودره وبصل بودره والكركم او كاري، واتنين مكعب مرقه بس انا فركتهم بايدي كده، ونص معلقه صغيره من الملح، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ. وعندي هنا كمان ضفت معلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار من البقسماط الناعم، ومعلقتين كبار من الدقيق. وهبتدي اقلبهم بس تقليب كده، وبعد كده هعجن بايدي كويس قوي. ونسيت اقول لكم كمان هتضيفي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، هبيدي هشاشه شويه صغيرين. اهم حاجه نص معلقه، التزمي بالمقادير تكون مظبوطه، علشان بيساعد كمان الفراخ اللي احنا بنبقى مطلعين الناجتس من الفريزر نسويه على طول. فده البيكنج باودر بيخليه يستوي، بيخليها تستوي اسرع، وما بيخليهاش معجونه من جوه تحسي انك بتاكلي عجين. وهبتدي بقى اجيب صينيه وحطيت فيها كيس تلاجة فاتحاه ودهنته بالزيت. وبعد كده فردت كميه مناسبه من الناجتس على مقاس الصينيه. وبعدين بقى بايدي بقى حطيت كيس تاني، فتحت كيس تلاجة تاني وحطيته، وبايدي بقى ظبطت السطح بتاع الناجتس كده علشان يكون كله متساوي. تمام، وبعد كده بقى هبتدي بسكينه هقطع كده زي ما انتوا شايفين كده. هتقطعي طبعا التقطيعه اللي تريحك، انت هتقطعيها بسهوله جدا. وبعد كده بقى اشيل الكيس لبره لفوق كده، وبعد كده احطه تاني عشان اعرف اقطع من الناحيه التانية. تمام، هتخلعي الكيس خالص كده، وبعدين تحطيه تاني، وهتبداي تبداي بقى تقطعي تاني. ودي كانت تقريبا نص الكميه او اقل من نص كميه الناجتس اللي انا عملتهم في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كملوا معايا الفيديو علشان اقول لكم ازاي برضو تزودوا الكميه لو حابين الكميه تبقى اكتر من كده، وكمان تزيديها قيمة غذائية أكبر، لأن الإضافة اللي احنا هنضيفها حاجة برضو مفيدة. تمام، هنا هبتدي بقى صبعتها شبه الكفتة كده، دهنت ايدي زيت وبقيت ابتديت اصبعها زي ما انت شايفة بالشكل ده. الشكل ده بيديكي كمية أكتر كمان من التقطيع في الصينية على فكرة. ولو عايزة بقى تعملي كمية أكبر من اللي أنا عملتها هتعملي الإضافة دي. أنا خدت هنا حتة وزودت عليها حتة من العجينة الناجتس اللي احنا جايبناها، وزودت عليها بيضة واحدة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وفرمتهم كويس أوي في الخلاط برضو مع بعض. وجبت كيس حطيت فيه معلقه واحده من الزيت او نص معلقه زيت ودهنتها فيه كويس قوي. وهجيب بقى العجينه دي افضيها في الكيس، وهبتدي بقى اشكل منه صوابع طويله كده شبه اللي هي صوابع الكفته اللي انا عملتها دي. بس دي كده بتديكي كميه اكتر، هي كانت سايله شويه معايا علشان البيضه كانت كتيره على الكميه اللي انا عملتها. يعني لو عملتي نفس المقادير بتاعتك صدر الفرخه وعايزاها تضيفي بيض، هتضيفي بيضتين على الكميه اللي انا عملتها دي كلها. هي كانت سايله، بس اول ما دخلت الفريزر وطلعتها من الفريزر على طول كملت باقي خطوات الوصفة لحد ما جهزت. وعايزة اقول لكم ان هي اصلا ما تفرقوهاش عن باقي العجينة، حلوة قوي. وكمان زودنا فيها بيض بمناسبة ان انا بنتي اصلا مش بتاكل البيض، فانا حبيت ان انا اضيف لها بيض، بس عجبني اكتر. انا كنت عاملاه كده بجرب، ما عجبني قوي ان هو زود الكمية وحلوة قوي. اخر شوية بقى من عجينة الناجتس ابتديت اتعامل معاهم كأنك بتتعامل مع القرص المعجوة بالظبط. فردتها مدورة كده على ايدي، وبعد كده حطيت فيها شويه جبنه موتزاريلا كده، وبعدين ابتديت ابططها بقى واعملها بشكل مدور، وبعدين اجيبها من الجنب كده عشان تكون بيضاء
مضوي شويه، ولو عايزاها مدوره عادي براحتك، بس انا حبيت يبقى شكلها شبه اللي بنشتريها جاهز من بره. تمام. هنا بقى انا دخلتهم في الفريزر كده وكنت بيتهم، يعني ممكن اقل حاجه تسيبهم ايه ساعتين في الفريزر عشان يتماسكوا تعرفي تتعاملي معاهم. ده بالنسبه للي في عليه بيض، اما التاني كان ممكن اشتغل منه عادي جدا، بس انا حبيت اعملهم كلهم مع بعض. جبت بقى كوبايه من دقيق الذره، وعليها معلقه كبيره من الدقيق العادي الابيض، اللي هو دقيق المعجنات او اي دقيق ابيض عندك. تمام. هبتدي بقى اقلبهم كده مع بعض، يا دوب رشيت عليهم بس رشه ملح وقلبتهم مع بعض كويس. وفي طبق تاني عندي الكريسبي اللي بيتباع عند العطار، اللي اكيد كلنا عارفينه. جبت كوبايه خشن وكوبايه ناعم، يعني ناعم وخشن، ممكن تجيبي كل خشن وتنعمي كوبايه في الخلاط، وضفت عليها بس زودت عليها معلقه صغيره من الكركم او الكاري. ماشي. وبعد كده بقى هبتدي بقى اجيب ده انا كده بوريه لكم، انا كده مطلعاه من الفريزر. زي ما قلت لكم ممكن لو بالطريقه اللي من غير بيض هتشتغلي بيه من بعد الفريزر، من بعد ما تجهزيه عادي، لان هو اصلا بيكون متماسك شويه. اما اللي بنضيف عليه بيض بيكون سايل، فلازم يتجمد وتتعاملي معاه على طول وهو متجمد حتى لما تيجي تقليه. ودي كده كل الكميه اللي انا عملتها كده بعد ما هم طالعين من الفريزر. تمام. كميه حلوه ما شاء الله اللهم بارك. وعايزه اقول لكم ان ده اللي انا عملته كده زودت عليه البيض حلو قوي. وزي ما انتوا شايفين الصوابع متماسكه هي كده طالعه من الفريزر. وهبتدي بقى اغلفهم زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا عندي اهم حاجه قوام الخليط اللي هو الدقيق الذره والدقيق الابيض ده يكون شبه عجينه الكريب كده. هننزلهم فيه الاول، هتاخدي قطعه كده هتنزليها فيه، وبعد كده هتقلبيها في الكريسبي ده، وهتاخديه على طول هتحطيه في علب. ممكن لو هتحطي فوق بعض تفصليهم كده باكياس وهتحطيه في الفريزر، وهتطلعي منه عند الاستخدام. اهم حاجه وانت بتغمسي الناجتس في دقيق الذره كل شويه كده تقلبيه، عشان دقيق الذره بيركن لتحت، بتلاقي اللي فوق بقى عامل زي الميه، فكل كام واحده كده محتاجه ان انت تقلبي دقيق الذره. وهتخلصي الكميه كلها بقى ترصيها في علب زي ما قلت لك، وهتحطيها بقى في الفريزر. زي ما انتم شايفين انا قليت من كل الاشكال اللي انا عملتها عشان اوريها لكم. دي كده اللي كان في الصينيه، ودي بقى اللي احنا حشيناها موتزاريلا رهيبه يا جماعه بجد تحفه. انا عملتها علشان بنتي مش بتاكل الجبنه خالص، فقلت بما ان هي بتحب الحاجات دي احط لها الجبنه فيها، يمكن مره تغلط وتاكلها. عجبتنا كلنا وهي ما رضيتش تدوقها اصلا. وهنا ده بقى اللي انا عملته في الكيس اللي زودت عليه البيض، بجد حلو قوي يا جماعه بجد تحفه. اللي عايز يزود الكميه وبجد برضو هتضيفي له قيمه غذائيه برضو للناجتس هيبقى حلو قوي. جربوه بالطريقه دي برضو، اعملوه كده. تمام. وده اللي انا طبعته زي الكفته زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لكم بجد حلو قوي وموفر جدا جدا، بيوفر كتير. مش هقول لكم ارخص من الجبنه عشان انا ما بديش لعيالي جبنه ومحدش بيحتار حيرتي في سندوتشات المدرسه. فعايزه اقول لكم هو موفر وكمان منجز جدا، يعني ما بياخدش وقت في تحضيره. وحتى لو جايه من بره من غير المدارس ليكي وجبه غدا سريعه جدا جنب مكرونه، هتطلعيه من التلاجة في السريع كده وهتعمليه، بجد ما بياخدش اي وقت خالص. ولو عجبكم الفيديو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.